السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل سابليه العيد الدايب دوب الجميل الخطير اللي قدامكم ده. والمقادير بتاعتنا عبارة عن 600 جرام من الدقيق، 400 جرام من الزبدة، 200 جرام من السكر، واتنين بيضة وفانيليا. ودلوقتي بقى نروح نجيب الهاند ميكسر بتاعنا، ولو ما عندكوش بقى الهاند ميكسر ممكن عادي تعملوه بمضرب البيض او تعملوه على ايديكي عادي، مش هياخد اي حاجة. ونجيبه كده ونحط بقى الزبدة كده، ونبدأ بقى نضربوها لغاية ما تبدأ الزبدة تبقى ناعمة خالص وتبقى فكت كده من بعضها. ويفضل ان هي تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش ساقعة ولا يكون فيها اي حاجة خالص، يعني تكون عادية. تسيبها في المطبخ كده يعني ايه يوم كده عشان تاخد الدرجة بتاعت المطبخ. وبعد ما فكت معانا كده نزلت بقى بالسكر بتاعنا، وانا مستعملة هنا السكر البودرة. بس عملت سكر حبيبات، استعملت سكر البودرة مع السابليه. هيديكي نتيجة حلوة قوي. وبعد ما تضربوهم ضربة كويسة زي ما انتوا شايفين كده وتوصلوا للشكل اللي قدامكم دوت، تحس ان هي بقت كده عاملة زي لون الكريمي كده، وافتحت معاكي الزبدة مع السكر ده اللون اللي انتوا شايفينه دوت. ابدأ بقى ايه انزل بعد كده هنزل بالبيض. بس قبل ما انزل بالبيض يفضل ان انتي تقلبيها شوية كده زي ما انتوا شايفين. تقلبوا كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده اهوت. وبعد كده ابدا ايه انزل بقى بالبيض واضربهم بقى كده. وحطيت مع البيض هنا الفانيليا السايله بتاعتنا اللي انا استعملتها، حطيت شويه من الفانيليا السايله. وارجع اضرب تاني، اضربها بقى يعني ايه ضربه لغايه ما تحس ان البيض يعني ايه داب خالص كده مع السابليه. برضو يفضل ان البيض برضو يكون بدرجة حرارة المطبخ. وبعد ما انضربوا بقى بالشكل اللي قدامكم دوت، انزل بقى بالدقيق كده. هنزل بالدقيق مرة واحدة، مش هنزل بيه شوية شوية، هنزل بيه مرة واحدة كده مع بعضه. وكل شوية كل ما تضربوا بقى تقلبوا بقى ايه العجين عشان يجي من تحت ومن فوق. ومن اول ما تحطوا الزبدة تبداي برضو تقلبيها، وبعد كده بعد اضافه السكر برضو تقلبيها والبيض عشان تحسي ان بتبقى كله من تحت ومن فوق واخد لون واحد ودرجه واحده ومضروب كويس جدا. يا دوبك بس لغايه ما العجينه تلم معانا، مش بنعجنه لا، العجينه بس يا دوبك تلم. هتبقى كده السابليه بتاعنا بقى جاهز معانا. هتحسي ان العجينة كده وانتي بتنزليها او بتلميها فيها تلزيقة بسيطة كده عادي خالص. ده نتيجة نجاح العجينة. يا دوبك بس هنحطوها في التلاجة نص ساعة بس ترتاح. وبعد كده زي ما انتوا شايفينها كده اجيب بقى ورق زبدة واحط عليه عجينة السابليه بتاعنا، واجيب قطعة من ورق الزبدة تانية عليه عشان ما يعني ايه ما تلزقش معانا واحنا بنفردوها كده اهوت. وبعد بقى ما هنفردوها عندنا بقى اي قطاعات، عندك اي حاجة تحبي تقطعيها عادي تقطعي بقى. انا جبت شكل الوردة دوت اهوت. ويفضل وانت بتفردي العجينة ما ترفعهاش قوي، يعني تسيبيها من سنتي لاتنين سنتي عشان السابليه ميزته ان هو يكون مرتفع ما يبقاش رقيق، لازم يبقى ايه في ارتفاع كده. وممكن بقى تختار اي شكل تاني، قلوب دواير زي ما انتوا شايفين. ابدا بقى ايه اشيل بقى زي ما انتوا السبلهية كده زي ما انتوا شايفينها كده اهوت. تشيلها بالراحه معاكي عشان ما تبص منك اهوت. اجيب برضو سابليه تاني معانا قطعه من العجين تانية كده من عجينه السابليه. وعندي بقى ايه الاشكال دي مجموعه كده على بعضها زي ما انتوا شايفينها كده. بتحطيها بتبقى اسهل واوفر لك من الوقت. مثلا بتعمل لك كذا شكل مع بعضه وكل شكل فيها زوجين، يعني اتنين عشان السبلي وعايز كل اتنين شكل بعضه. وبسم الله ما شاء الله الاشكال اللي معموله منها اشكال كتيره جدا واشكال جميله. عندنا القلوب والنجوم وزي ما انتوا شايفين كده ومروحه، وعندنا بصوا شكل من نجمه، وعندنا بقى يعني اشكال فواكه وحاجات من دي حاجات جميله جدا. وعندي بقى برضو ممكن جبت القطاعه بتاعت اللي هي ديت اللي انتوا شايفينها ديت اهوت. تقطعيها برضو يعني ممكن تعملي الدواير، ممكن تعملي الورود، تعملي قلوب. عندك اللي هي بتاعت السبليه اللي انا القطاعه بتاعت السبليه اللي على بعضها بتعمل اشكال، مجموعه من الاشكال ديت برضو بتبقى جميله جدا. وبعد كده اخبز بقى السابليه بتاعنا زي ما انتوا شايفينه كده على نار يعني مش عايزاها ولا هاديه ولا متوسطه، على درجه حراره تقريبا 170 لغايه ما يوصل للون بتاع الدوت. وده لازم يوصل للون دوت، لو طلعتيه فاتح عن كده ما يبقاش كويس خالص. وطبعا دي الاشكال اللي انا عملتها، الدوائر المفرغه والقلوب والدوائر العاديه ونجوم
ومراوح، وعملت كل الاشكال اللي قدامكم بالشكل ده. وقبل ما اشتغل بقى في بقيه التكمله بتاعه السابليه وبقيه الطريقه والوصفه بتاعتنا، يفضل ان السابليه يكون بارد خالص، ما يكونش فيه اي درجه حراره سخونيه نهائي. ودلوقتي بقى بعد ما السابليه بتاعنا برد هنجيبه بقى عشان نكملوه. عندنا هنا صوص من البرتقال، انا عملت صوص البرتقال كده. نبدأ بقى اللي احنا نلزقه ايه كل اتنين مع بعض وشبه بعض، يعني ما ينفعش تجيبي واحدة دايرة على واحدة وردة، لا لازم يبقوا ايه الورود مع بعضها، الدوائر مع بعضها، النجوم مع بعضها كده. وبعدين بقى اعمل بقى واحدة بصوص الفراولة، بس ده مش صوص فراولة، دي انا عندي مربى فراولة. هلزق بيها بقى كده زي ما انتوا شايفين، وهي دي يعني انا حباها. طعم البرتقال يدي مزازة، طعم الفراولة بيدي برضو طعم جميل جدا، يعني انا بحب طعم الفراولة اكتر. عندي بقى ممكن اولادي يحبوا طعم البرتقال، بيحبوا الحاجة مززة شوية. وبعد بقى ما اخلص بقى كل الكمية بتاعتنا اللي انتوا شايفينها ديت من السابليه. بعد ما تلزقيهم بقى كل اتنين مع بعض، تسيبهم بس يرتاحوا لحد ايه ما يمسكوا كويس قوي مع بعض. وشوفوا الشكل دوت الدايره، وجبت الدوائر المفرغه اللي انا عملتها، خرمتها من النص وادتنا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبعد بقى ما خلصت كل كمية السابليه بتاعتي، اجيب بقى ايه السابليه وانزل بقى فيه صوص الشوكولاتة عشان نعمله بقى السابليه بقى بالشوكولاتة. هو اصلا لازم يبقى بالشوكولاتة كده بالشكل دوت اهوت. نغطسوا السبليهاية خالص في الشوكولاتة بتاعتنا، صوص الشوكولاتة اللي انت مسيحاها على النار اهو، وتنزلي بالراحة خالص. ويفضل ان انت تحطيه على ورق زبدة عشان لما يتماسك الشوكولاتة ما تطلعش، لا ورق الزبدة هيخليها تفك بسهولة معاكي، ويبقى ايه مسهل الدنيا معاكي كده عشان تعرفي تشيلي السبليهاية بكل سهولة يعني. وده شكل الهلال اهوت، ادي كده ديت بقى السبليه كده اهوت زي ما انتوا شايفينه. وبعد بقى كده ما اخلص كل كمية السابليه واحطها في الشوكولاتة اهوت. دوت السابليه بقى وعندك بقى هنا فرماسيل ممكن تحطي، عايزة تسيبيها من غير فرماسيه عادي خالص كده بالشكل دوت اهو. وعندي بقى هنا شوكولاتة بيضة، تعمليها بقى ايه اشكال كده، خطوط رايحة جاية، تحط نقطيها، تعملي اللي انتي حابين تعملوه اعملوه. عايزه اقول لكم ان السابليه يا جماعه والله وصفات من وصفات العيد جميله جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وداخل علينا عيد الاضحى، عيد اللحمه. بس انا حبيت اعمل حاجه خفيفه كده وحاجه بسيطه وحلويات حلوه تفرحي ولادك بيها وتفرحي بيتك بيها، واروح احطها في التلاجة لحد ما تتماسك. ودوت السابليه بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده السابليه وده شكله بعد ما حطيته في التلاجة وطلعته، تحس ان هو تماسك كده بجد. ايه رأيكم فيه؟ خطير جدا جدا جدا. ادي الاشكال السابليه شوفوا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. دوت بقى ما حطيتوش في الشوكولاته اللي هو المفرغ دوت، يا دوبك بس سبته كده اهوت. ودوت الاشكال بتاعته بقى التانية هيت. وادي بقى السابليه بقى المدور بتاعنا اهوت بالشوكولاته والشوكولاته البيضه بسم الله ما شاء الله. شوفوا ماسكه ازاي وجميل جدا جدا. عايزه اقول لكم بصوا شوفوا حتى من تحت ومن فوق عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. وعايزه اقول لكم حاجه، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه، وتعملوا شير عشان القناه تكبر بيكم وبوجودكم معايا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وما تنسونيش بدعوة حلوة، وباي باي.